انا هقول لكم كلمه اوراد ضغطاها: اللي بره النظام ده 5 سم مش سليم، حتى لو هو شكله قدامك سليم. ومحدش يقول لي بقى اصل هو شويه قولون وغازات، هو منكد عليك عيشتك يا ابني. في حاجة غريبة جدا حصلت في مصر، برنامج مش على التلفزيون، مش وراه شركة، ملوش أي دعاية، ومع ذلك بقى حديث الناس كلها. نظام الطيبات اللي في وقت قياسي بقى أشهر من برامج بقالها سنين. طب إزاي حاجة بالشكل ده تنجح النجاح المرعب ده؟ ناس بتقول ده أنقذني، وناس تانية بتقول اوعى تقرب له، وبين ده وده في ملايين واقفين محتارين. خلينا نتفق على حاجة كده في الأول: احنا مش بنتكلم عن برنامج عادي، احنا بنتكلم عن ظاهرة اجتاحت مصر، ومفيش نظام خد الضجة اللي أخدها النظام ده، لدرجة إن الكل بقى حافظه، اللي بيحبه واللي ما بيحبوش، اللي متفق مع دكتور ضياء واللي مش متفق. الكل أجمع إنه أصبح ظاهرة. الشاي بيعمل لك امساك، مشروبات الالبان هتتبهدل قولونك وتعمل لك امراض مناعيه وتوجع ظهرك، البيض بيعمل لك التهابات وامراض مناعيه، الفراخ هتعمل لك اضطرابات هرمونيه وبانيك اتاكس ومشاكل نفسيه، الخضار هيأثر على صحه الكبد ويعمل سرطانات رئه والتهابات رئويه متكرره، وفي النهايه هيبهدل جلدك. الله، هو ده انت جسمك يكسر امينو اسيدز وعضلات والسكر من قص في الدم. يبقى معنى كده ان انت ما تبصش للكلام اللي بيتقال. اما حد يقول لك حضرتك ال الاكل ده بيعمل شكل، اقول له ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ يا اما نجرب انا وانت، لكن هنتكلم بقى تقول اصل دايما عين السكر عنده قصور في البنكرياس. ليه كلنا عندنا بيجي لنا قصور في نفس الوقت في البنكرياس؟ هو ده السؤال. طالما انت فسرته بكده، انت فسرت كل الاعراض اللي عندي بسبب ارتفاع السكر في الدم بسبب قصور البنكرياس. هل كلنا شبه بعض؟ كلنا شبه بعض، وكلنا بيحصل معانا في نفس السن. ممكن تقولي ايه السبب؟ القصة بدأت مع دكتور ضياء العوضي، فكرة بسيطة لكن جريئة وغير مألوفة، قال كلام عكس كل اللي الناس متعودة عليه. وأول سر من أسرار النجاح الاختلاف. الناس مش بتجري ورا العادي، الناس بتجري ورا الحاجة اللي تهز دماغها، اللي تلمس قلوبها. خلينا نكون واضحين: الناس تعبت من أنظمة بتفشل، تعبت من وعود بتتبخر، تعبت من محاولات بدون نتيجة، تعبت من كتر المصاريف بدون أثر واضح، وتعبت من طول فترة العلاج. اتقوا ربنا في الناس، اتقوا ربنا في الناس. وعلى فكرة عند الله تجتمع الخصوم. انا رايح لربنا كده كده، والطقم كله اللي بيقف قدامي ده رايح لربنا كده كده. اقف وقول لهم انا كنت بدافع عن الحق. اقف قدام ربنا وقول له كده، قول له كنت بدافع عن الحق يا رب. وطلع واحد مضلل اللي هو انا، واحد بس في وسط 85,000 دكتور في مصر، بس قلبتها على وشها كده. لكن هم عايزين يحطوا حضرتك في صندوق اسمه الادويه. لما يجي حد يقول أنا عندي حل مختلف حتى لو غريب، لازم نسمع له. وبجملة التجارب هنخسر ايه أكتر من اللي خسرناه؟ بس الغريبة أو المفاجأة إن في ناس فعلا جربت، مش جربت وبس، ده انبهرت كمان. ناس بتقول وزني بدأ ينزل، بقيت أخف، بقيت مرتاح أكتر. ومش مجرد كلام، ده في حماس حقيقي وفي إحساس صادق. بس السؤال مش هل الناس دي صح ولا غلط، السؤال ليه النتيجة دي حصلت. وعشان الإنصاف، أي تغيير في الأكل ممكن يعمل فرق. تنظيم، تقليل، التزام، كل ده لوحده ممكن يخليك تتحسن. انا شفت حلقه من كام يوم لمجدي يعقوب، شوف 150,000 طلب، 150,000 طلب بيتبعتوا لمستشفى مجدي يعقوب كل سنه اوبن هارت. الشرايين دي اتقفلت ليه؟ كام واحد مات من وراهم؟ بيشغلوا في السنه مش عارف 1000 حاله باين ولا 1200 حاله اوبن هارت. من ايه ده كله؟ وكل واحد يقول لك انقذوني. مفيش حد هيموت قبل ميعاده، نقطه ودغري وما فيهاش كلام. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. خلصت. انت هتعيش لحد وقتك. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الارض الارواح اللي بتنزل جديده، وما
ما يلج في الارض وما يخرج منها اللي ماتوا. لكل امه اجل، فاذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. انت يا باشا دلوقتي عايش وقت صغير، يا تعيشه سليم يا ما تعيشوش خالص. يعني الانبهار كان حقيقي، بس تفسيره مش دايما واضح. لسه محتاجين شوية إثباتات. زمان كنت محتاج إعلان عشان تنجح، دلوقتي محتاج واحد بس يقول أنا جربت، وفجأة كل واحد بقى في حد ذاته إعلان. بس أقوى سبب للنجاح إنه تهاجم. كل ما حاجة تتمنع الناس تسأل عليها، كل ما حد يقول اوعوا تقربوا الناس تقول لا لازم نشوف. ومن هنا النجاح بدأ يكبر. ناس تجرب تتحسن بتحكي حكايتها، ناس تانية تدخل، وسلسلة ما بتقفش. بس خلينا نسأل سؤال تاني. هل نجاح الطيبات مع اللي جرب دليل انه صح 100%، ولا نجاحه دليل على حاجة اخطر؟ ان في فراغ في الثقة مع الدكاترة، فراغ في الحلول، فراغ في الفهم. ان الناس تاهت بين انظمة كتير، وللأسف مفيش نظام نتيجته حقيقية وسريعة وغير مكلفة. وفجأة طلع نظام الطيبات كأنه مصباح علاء الدين ملأ الفراغ. وانا عايز اقول لكم معلومه تحطوها كلكم حلقه في دماغكم. انا مفيش ولا كلمه قلتها علميه غلط. الفكرة توصل لكل الناس، مش لأنها اتقالت بشكل أحسن، لكن لأنها لمست حاجات جواهم. الطيبات نجح مش لأنه صح أو غلط، لكن لأنه لمس تعب الناس وأمل الناس وخوف الناس. بس السؤال هنا، احنا بنتبع النجاح ولا بنحاول نتأكد من صحته؟ عشان النجاح مش دايما دليل، أو عشان كده احنا في انتظار النتائج مش مجرد تعاطف. وعشان اللي ما يعرفش نظام الطيبات كامل، انا هخليه في الوصف للي عايز يراجعه او يشوفه. وعشان كده اللي جرب ونجح معاه نظام الطيبات ما يبخلش علينا بتجربته في التعليقات. وهل فعلا يستحق انه يكون الاول عن استحقاق وجدارة، ولا زي ما ناس بتقول ده مجرد حماس وتعاطف مع دكتور ضياء العوضي الله يرحمه نتيجة الأحداث اللي حصلت؟ مش عايز أطول عليكم. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية. ما تنسونيش من الدعاء، وانا مش هنساكم من الدعاء، ودايما بدعي ربنا ان هو يلهمني الصبر والحكمه والعلم عشانكم. وخلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فلا تنسونا من الدعاء فيها. واحنا دلوقتي في فجر الجمعة، اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا له كيف يا رسول الله وقد أرمت أي قد بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشوفكم على خير.